اهلا ومرحبا بكم حبايبي متتبعيني، نتمنى تكونوا بخير. مبروك علينا هاد الشتيوه اللي طاح، تبارك الله، اللي عطى علينا على قد نفاه. اليوم نصف رمضان وحابه نشارك معكم هذا الكوكتيل ديال الشهوات ديال رمضان. المهم هنا عندنا بسطيلات صغيورين معمرين، وعندنا هنايا الكريسات، وعندنا الحريشه معمره، وكذلك الكاش. اول حاجه غادي نبداو بها هو الكيش. هاد الكيش هذا بنتي اللي قداته صراحه عجبني درجه رائع. المهم لاباط ما صورتش هي لاباط، مي غادي نقولها لكم. كنديروا الزبده وكنديروا شي شويش ديال الملحه وكنجمعوا كلشي ببيضه وصافي، وكندير شي رشيشه ديال الملحه. المهم انا غنخلي لكم لو ليان ديالها. سرحت العجين مزيان مزيان حتى ولا رقيق، عاد من بعد درتو في المول. كنا بغينا نديرو في المول، في المول صغار، درناو في المول كبير. والعجين اللي شاط غادي دير شرائط من الفوق ديال هاد الكيش هذا. صافي شدات لا فورشيت وتقبتها مزيان مزيان باش ما تبوقش، ومن بعد ندوزو للحشو. المهم الحشو هنا عندنا الكرم، الشو، بصله وبطاطا، وهنايا عندنا بولي. الدجاج قطعته مرصويات، وهاد الخضر هادو غادي تحكم في المحكه غليظه. هو من الاحسن يتحكوا على يكونوا هكاك مشروطين، من الاحسن محكوكين. وصافي غادي نشحروهم في المقله. مقيله كتكون سخونه دائما، وغادي نديروا فيها دجاج او لدان، يكون ديما المقله تكون سخونه باش ما يطلقش لنا الامياه. شي شويه اللي مليحه، وشي شويه الابزار، وشي شويه ديال الخل باش يرطب. صافي فاش كيتقلى لينا، المهم كنحمرو مزيان. الدجاج حيداتو ودرت في نفس المقله، درت الخضر محكوكه. وحكات هنا شويه ديال الزعتر اولا الزعتره، المهم عطى واحد لوغو بنين 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 في هاد الخضر. صافي الخضر تشحروا، ودابا غادي ديرهم فوق لاباط. درت الفخوماج هو الاول، عاد من بعد الحشو، لك الخضر المشحره، عاد فوق منهم غادي دير لا دند اولا البولي. درت طبقه اخرى ديال الفخوماج، عاد درت فوق منهم البولي، عاد غدير فوق منهم الصلصه اللي غادي تقاد. خدات جوج بيضات وكاس كبير ديال الحليب وشي شويه ديال الملحه وشي شويه ديال الابزار، كيطربوا مزيان في الخلاط الكهربائي اولا مولينكس. المهم باش داك الابيض البيض ما يبقاش باين، خصو يتميلونجا مزيان مع الحليب، شويه الملح وشويه الابزار صافي. وكباتو فوق الحشو، داك الخليط كله هو كباتو فوق الحشو، ومن بعد زيناتو بهاد الشرائط ديال لاباط اللي شاط ليها. وكديروا حتى الفرomاج من الفوق ديال الصلصه، عاد دير فوق منهم هاد الشرائط هادو. المهم نسات ما دارش الفرomاج، درناه في الاخر،
حيت هذوك الشرائط كلهم عاد قادين عاوتاني الفرماج. وهنا كتزين كدير واحد المربع بالحبه السوداء ومربع بالزنجلان. الكيش من بعد ما خرج من الفران جا محمر واحد اللون ذهبي صراحه. جاتا المنظر ديالو هكذا رائع. هذا هو الكيش اللي قادات بنتي الصراحه، جا بنين، جا اروع مما يكون، احسن من هذاك اللي كان صايب انا الصراحه، وجات طلبات غزاله. ودابا ندوزو للحرشه المعمره بالزيتون، الزيتون الاسود والفرماج والزعتر، جات بنينه. المقادير اللي كنحتاجو عندي هنايا السميده. المهم انا كندير القياس، المهم بحال تقول عندنا هنايا نص كيلو ديال السميده، درت فيها واحد البيضه، ودرت شويه ديال الملح وشويه ديال الزعتر وحليب بودر حتى هو درتو، حتى هو عطى واحد لوغو بنين، وواحد الخماره حمراء شويه ديال الزيت. وكذلك زدت واحد 8 ديال المعالق ديال الدقيق، معالق كبار ديال الفورس، باش كتجمع لينا ديك السميده ما كتبقاش مفرته. هنا كناخذ غير القياس ديال السميده، راه كنميلونجي بالماء. ما غاديش نميلونجي كلشي بالماء لان غادي تكرم لينا، غتخسر لينا. كندير غير شويه اللي غادي نعمر به. صافي هنايا كنشد الزيتون والزعتر ومدرتليش هنا الملحه كاع، لحقاش الزيتون مالح والفرماج مالح. صافي كنشد العجين وكندير فيه واحد شويه ديال الحشو وكنكورو، اولا كنشد ديريكت المقله ديال تركيا كيف ما كتشوفوا. كندير شي شويه ديال السميده لتحت هي الاولى، وكندير فوق منه العجين، وعاد كندير الخليط، وكندير فوق منه عاوتاني العجين ديال السميده من الفوق. بهذه الطريقه تتجي من الاحسن، ما كتخرجش لينا داك الحشو، ما تيخرج ليناش على برا. المهم انا ما صورت لكمش المقله فاش كانت طيب، مي ها هما الحريشات ديالنا واجدين صراحه، جاو حتى هما بنانين رائعين، بداك الزعتر جاو غزالين. نتمنى تجربوهم، وغادي نحط لكم اللوليه حتى هي مالحه وحلوه. الطريقه ديالها كيجيو بنانين رائعين. غادي تسمحوا لي ما صورت لكمش الشعريه الصينيه. المهم جديت انا الشعريه الصينيه حتى غلى الماء، ودرت معها واحد الطامه ديال التكنور وشويه ديال الابزار شويه ديال الخرقوم وسكنجبير، حتى طابت لينا حيدتها وخليت داك الماء، وانا نكبو زدتو في هاد الحشو. هذا الحشو اش فيه الباذنجان مقطع رقاق، والكرم مقطع رقيق، وبصلاته هي مقطعه رقيقه، شويه ديال العطريه، ملح، ابزار، خرقوم، وسكنجبير ما درتوش، شويه ديال زويته. خليت كلشي تتشحر مزيان، عاد زدت عليهم هذيك الشعريه الصينيه اللي وجدت. صافي ها هي هو الحشو وجد، وكندير فوق منه الفرماج باش كيجي معلك، هو سخون كندير في الفرماج كيجي معلك واحد التعليكه فيه ما نقولش لكم. هاد الحشو هذا جا رائع، جا بنين. وما عنديش هنا باش نعمر، درت شويه الكاشير درتهم من الفوق. العجين غادي ندير هنايا دقيق ديال الفورس وشي شويه ديال الملحه وشي شويه ديال السكر سنيده، وغادي نجمع كلشي بالماء. هاد لاباط هادي فين ما كنتو مزروبين ديروها تتوجد دغيا دغيا دغيا، والصراحه كتطلع بنينه وتتوجد دغيا. صافي كنديرها كويرات صغيورين، كريسات صغيورين، حيت غندير هنا دوك البسطيلات غير صغيورين ماشي كبار بزاف. كنخليها كترتاح واحد نص ساعه. هنا كناخذ واحد المول صغير اولا جبيبينيه صغيره، كندير فيها داك العجين اللي بسط مزيان بحال بغينا نصايبو المسمن، وكنشد داك الحشو وكنعمرو فيها، وكندير هنا شويه الحار مع الشعريه الصينيه تيجي يا سلام، والحوت تيجي رائع بنين بزاف. المهم درت هنا غير المذاق ديال الحوت. صافي وكنجمع داك العجين وكنقادو هكذايا، تيجيو مدورات بصراحه، تيجيو رائعين بزاف. صافي تنبقاو مستمرين حتى تنكملوا دوك البساطل ديالنا. صافي من بعد ما كملناهم درناهم في بابي كويسون، ودرت هنايا البيض والحليب فوق منهم، اولا تشدو غير بيضه وشي شويه ديال الخل وديروا فوق منهم شويه الزنجلان اولا الحبه السوداء. المهم انا بدلت شويه، درت هنايا غير الزنجلان من الفوق.
وكنتقفهم باش كيغدو من الفوق. هادو بصيت 3 معمرين صراحه، جاو بنان 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 بنان، ما نقولش لكم بصراحه جربوهم جاو رائعين. وانا ما كنقول لكم الحاجه جربوها حتى تكون مجرباها ومتاكده منها 100%، عاد تنقول لكم جربوهم لذيذين. ودابا غادي ندوزو لهاد الكريسات هادو. المقادير اللي كنحتاجو، المهم اللي درت انا هنايا، درت واحد نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرص، معلقه ديال الزنجلان، معلقه ديال حبه حلاوه والنافع، معلقه صغيره ديال الخميره، وشي شويش ديال الملحه، الخميره المعجونه ديال الخبز، شي شويش ديال الملحه، واحد الخماره، وربع كاس ديال العنبه ديال الزيت، وربع كاس ديال السكر سنيده، وكذلك واحد ربع كاس ديال ماء الزهر. صافي، وعجنت هنايا كلشي عجنته بالحليب. والفاني حتى هو زدتو فيه، الا كان ماء الزهر بلا تستغناو على الفاني، ولكن درتهم انايا هنا بزوج عطاو واحد المذاق روعه. صافي، وكنميلونجي كلشي وكنجمع العجين حتى تتجمع لينا. انا هنا العجين دلكته مزيان مزيان، عاد خليته يرتاح واحد شويه. من بعد ما ارتاح تقطعت دوك كريسات صغيورين، ما درتهمش كبار، درتهم غير صغيورين. ونص ديالهم درت فيه انايا، خشيت فيه هنايا الشوكولات اسود. بعد ما كملنا دوك الكريسات كلهما، درت انا واحد لوطخو، واحد تقيبه تمايا الوسط، باش غادي نعمرها بالكونفيتور. المهم كندير لها هكذا، تنتقبهم بشي حاجه باش ما كان، او لا حتى بالاصبع ديالكم، وصافي. وغادي نغطيهم بابي اليمونتير وغادي نخليهم حتى يخمروا. من بعد ما خمروا لينا كيف ما كتشوفوا، تزاد الحجم ديالهم وصافي. دابا غادي ندوزو للعماره ديالهم. غادي ندير هنا الكونفيتير ديال الفخيز والكونفيتير ديال المشماش. وهنا الكريسات باش يجيكم محمرين، خديت انا هنايا بيضه وحليب وشي شويش ديال الخل. المهم هذا هو السر باش كيجيو محمرين، بحال ديال البولانجيري، بحال ديال البولانجي. المهم هذا هو السر، تيديروا الحليب والبيض. كندهن دوك الكريسات الوجه ديالهم، حبيتو ديروا الكوك اولا ديروا الزنجلان، انا ما درت فيهم والو. صافي، هذا هو اللون ديالهم. بعد ما كيخرجوا محمرين واحد لا كولور دوغي ومفشفشين من الداخل، مفشفشين بزاف. المهم هادو الكريسات حتى هما نتمنى تجربوهم، صراحه جاو بنان، جاو رائعين. الفيديو ديال اليوم كمل. نتمنى هاد الكوكتيل اللي صايبت لكم ديال شهوات رمضان يعجبكم. نتلاقاو فيديو اخر، الى اللقاء، بسلامه.